بسم الله الرحمن الرحيم. في ظل التصعيد الخطير الذي شهدته طرابلس من أفراد يتبعون وزارة الداخلية وبلباسهم الرسمي وسيارة تابعة للأمن العام من إهانة متعمدة للعلم الأمازيغي الذي يمثل هوية الأمازيغ، وفي محاولة بائسة لترهيب الأمازيغ وإدلالهم، فإننا أبناء الأمازيغ بمدينة جادو التي دفع أبنائها دماء غالية من أجل أن تكون ليبيا للجميع وبالجميع، وتنبذ العنصرية والتطرف والتفرقة بين مكونات الشعب الليبي. نعتبر هذا الفعل جريمة عنصرية مكتملة الأركان تستوجب محاسبة صارمة وليس مجرد استنكار أو اعتذار شكلي. إن دهس العلم الأمازيغي ليس مجرد تصرف فردي، بل عمل ممنهج يعكس ذهنية الإقصاء والتطهير العرقي الذي تمارسه بعض الجهات النافذة في الدولة ضد الأمازيغ، متجاهلة حقيقة أن الأمازيغ كانوا ولا زالوا أصحاب هذه الأرض وجزء أصيل من ليبيا لا يمكن محوهم أو تهميشهم. وبناء عليه فإننا نؤكد على الآتي: 1. تحميل وزارة الداخلية ورئاسة الوزراء المسؤولية الكاملة عن هذا العمل العنصري، وإقالة ومحاسبة كل المتورطين، وإذا لم يحدث ذلك فإن لدينا خيارات نستطيع تنفيذها. 2. الاعتذار الرسمي والعلني من أعلى سلطة في وزارة الداخلية يتضمن التزاما واضحا بعدم تكرار مثل هذه الممارسات. 3. التحذير بشدة من مغبة السكوت على هذا الفعل الجبان. صدر في مدينة جادو